وحدة من علامات يوم الأيام مثل ما بتعرفوا إنه فيران توريس يسجل هاتريك. طبعا اليوم القنبلة الموقوتة لبرشلونة العزيز الحبيب، من وين انت لك عمي؟ وكيف هدول عملتون؟ من ايمت انت هدول بتعرف تعملون؟ يعني جاري تحويل فيران توريس للظاهرة رونالدو. اليوم برشلونة بيخلص اللعبة من الشوط الأول وبيسحق البيتيس بنص أرضه وبين جمهوره. أنا شباب من الشباب أحلى شباب مراحب. انتهت منذ قليل أحداث المباراة يلي جمعت برشلونة بريال بيتيس بالدوري الإسباني الجولة 20. لعبت فيشي، هاي مو لعبة عادية. طبعا اليوم برشلونة انتصر بنتيجة 5-3 على الخفيف. هانزي فليك زلع أهله لبلغريني. اليوم أخذوا على الفي، جابوا ورا الشجرة، قال له بدي أحكي لك حكاية غالية، وحكى له إياها وخلص من الشوط الأول. فيران توريس اليوم كان بطل الحكاية وبطل القصة كلها، ونيمنا كلنا عبكير. حتى بتخيل جمهور برشلونة داروا وتريكس وبابجي وقالوا شباب خلاص خالصة المباراة، 3 نقاط بالجيبي وبرشلونة يحلق في صدارة الليغا. بلش الشوط الأول بداية أكثر من مثالية للبيتيس، وأول 5 دقايق السيليساو أنطوني بزلعوا الجول الأول لبرشلونة، وقال الكريم خود. مسك العصاي بيتيس ولعب بعش الدبابير والزلائط بتطير هون وهون. اجى قال لهم فيران توريس عندي الموضوع على الدقيقة 11 نتفون الجول الأول. قال له حكم سنطر، سنطرت، صفر صفر. الجول الثاني بدقيقة 13. لك شبك لك عمي، والله العظيم الشباب اوادم فت على الحارة، انت سلختن كفوف بين اهلهم وجمهورهم. يعني عرفت كيف شو الوضع؟ فاليوم فيران توريس كان عريس الليلي. الحقيقة اجوا الجولين يلي فعليا خلوا البرشلونة يرجع يركز باللعبة، لأنه الجول أول 5 دقايق كتير صعب بيكون على الفريق وتحت ضغط جمهور البيتيس اللي هو بالعادي جمهور كتير شرس وملعب كتير شرس. بس مثل العادي بوبو بيلغريني اليوم كان حاضر. بكرة بيقلب على دورنا الزير سالم وبصير بده دم اخوه كليب. بعد ما صارت النتيجة 2-1 هون برشلونة جلس، اجى قال لهم الحلبي الاصيل ابن البلد، قال لهم اليوم انا بدي احط جول. صار لي عم بلعب معكم 20 مباراة دوري وشي 6 ابطال، خلونا نجرب شلون بيحطوا جول. وروني بردقجي بيفتتح شريط الاهداف إله بقميص برشلونة. اليوم حط جول كتير حلو وملعوب، وكان الجول مثل ما بيقولوا تقريبا خلص اللعبة على بكير. بس قال له فيران توريس انا ما خلصت، شفت المقصر اللي حطيته بالجول الثاني، احضر الجول الثالث. ويجي مين؟ بارترا يمكن اجت عملت الطابة ديفليكشن. يعني اليوم النيران الصديقة كمان شغالة يا غالي. يعني اليوم الامور لوز. وحط فيران توريس من بعد شوطة عمل الديفليكشن على اجر لاعب بيتيس الجول الرابع. نحن طفينا التلفزيون وقمنا نشوف شو عنا اليوم، شغلات لازم نلحقها. برشلونة فات على الشوط الثاني وهانزي فليك عم يقول لهم انا اليوم حاضر، انا اليوم موجود، لانه دائما وابدا بنقول كلمة وحدة. طلع على بيدري شو بيعمل بقلب الملعب. الجول الثالث يلي فات لروني بردقشي بص مثل العسل. وبنفس الوقت في طلعة عملها بالشوط الأول عم يلف العالم بقلب منطقة جزاء بيتيس كأنه أنا لحالي بخلص 5. هذا الزلمة صمام أمان اللعبة. بتخسر مين ما كان عندك بيدري أنت جاهز وحاضر. فالحقيقة اليوم بيدري كان متسيد الوسط بين الفريقين تماما، حتى بين لعيبه برشلونه. هانزي فليك فايت مرتاح على الشوط الثاني شباب، خلص 4-1 شو يعني. صارت مثل ما بيقولوا تمشاية حال لا توصل للدقيقة 90. بس برشلونة بيرفض وبيرجع بيحصل على ضربة جزاء. ومين بيتصدى له؟ بيتصدى للأبو شعرات الشعر. اليوم الأبو جمال بيحط الجول الخامس لبرشلونة، يلي هو مو رصاصة الرحمة، يلي هو انت فرطتوا خرطتوا شي 30 مشط كامل. هذا يعني نهيت أهله للبيتيس. فكركم خلصت الأمور هون؟ لا، فريق بيتيس صحي على الدقيقة 89. الله جعل وريتوا نومة أهل الكهف يا شباب يا غوالي. هلا اجوا على اللعبة 89 حطوا جول تاني. بالتسعينات اجت ضربة جزاء من مين؟ من الابو جدولي يلي بيعطيك اياها على البارد المستريح، وحط البيتيس الجول الثالث. بعد شو لك عمي؟ يعني وقت كان عم يشوط لاعب البيتيس ضربة الجزاء كان في ورا الجول شيء 4. ما تفكروا هدول 4 مخلصين، لا هدول 4 ناطرين اللعيبة مشان يسفقوهم قتلي برا الملعب. لأنه اليوم انتو هذا الأداء بيتبزق عليه بكل رياحة.
اليوم فريق بيتيس ما اجا، واليوم برشلونة دابك على اهله لبيلغريني. بالنهاية بدي اقول الف مبروك لجماهير برشلونة ايفري وير، هذا الانتصار المستحق، وصار الفرق 4 نقاط بانتظار لعبة الغد يلي راح تكون بين ريال مدريد والسيلتا فيجو. الله يطفيها بنوره. عمي الونسو صح احسن ما انتو في شعرات دقنك شعرة. لعبة البلباو لايك كتير على الاول كانت. جهزنا حالك بكرة لتعمل نفس الخطة. أي تعديلة على التشكيلة إذا بشوف فران غارسيا بقلب الملعب أقسم بالله لفوت على نص الشاشة وأهبدك قتلي، لأنه بتكون وقتها أنت خلص أثبتت أنه اللي عم يصير معك هو شغل الله، يعني هو شيء توفيق من السماء، في سحر بالنص. فركز الله يرضى عليك. شباب لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصلكم الأخبار من الفوتبول جاي بموعدها. إلى أن يحين موعد لقاء الغد، تضلوا بألف خير. سلام.